السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب دايما. النهاردة تاني يوم لدورتنا. أنا وريتكم طبعا، نزلت الفيديو امبارح وأنا بنزلهم واستقبلتهم إزاي. طبعا النهاردة تاني يوم وهقول لكم عملنا إيه ونزلنا إيه. نزلنا مضاد حيوي سنت على اللتر، ونزلنا فيتامين برضو سنت على اللتر، بس المضاد حيوي 12 ساعة والفيتامينات 12 ساعة برضو، يعني 12 ساعة و12 ساعة. بصوا يا جماعة، دورتنا ما شاء الله. الحمد لله درجة الحرارة مظبوطة عندنا 33. ادي دورتنا ما شاء الله، والله اكبر. مفيش حاجة متجمعة خالص. اوريكم الحركة بتاعتهم. حركتهم ما شاء الله. الدنيا تمام. طبعا الشكاير لسه ما شلتهاش، هشيلها النهارده بالليل، لان لو قعدت الشكاير العلف على الشكاير اكتر من كده هيقلب معاهم بمعاوي. انا مش عايزه ازيد من يومين، عشان ايه؟ ما يتعبوش مني. لو استنيت عليهم شويه تاني هيتعبوا. يبقى لازم ان انا ايه، اشيل اليوم الثالث يا جماعه. ممكن لو في كتكوت تعبان او كده ممكن يحصل نافج. بنشوف اليوم الثالث ونتابعه. لو في لا قدر الله حاجه تعبانه هنلاقيها مش هتكمل معانا الدوره. بيبان من اليوم الثالث خلاص. يبقى احنا ايه كده، عرفنا احنا خدنا ايه. مضاد حيوي 3 ايام هنمشي عليه، وفيتامين هنمشي عليه 3 ايام برضو. بعد كده هندي برضو فيتامينات تاني ال3 ايام التانية. هنحش الشكاير وهنحط العلافات. دوت شغلنا ان شاء الله الفترة ديت. اليوم السابع بإذن الله تعالى هنبتدي ننزل جرعة الكوكسيديا. انا المفروض اليوم السابع بتنزل تحصينة الهيتشنر، بس انا طبعا مش هنزلها لان العدد مش مستاهل. بمعنى اصح العدد لو هو فوق 100 او فوق 200 بننزل تحصينة الهيتشنر، لكن طبعا العدد اقل من 100 انا يعتبر 100. طبعا مش هنزل التحصينة. هنزل تحصينة جرعة الكوكسيديا والكوليستريديا اليوم السابع. هبتدي اديهم برضو 12 ساعة وهديهم معاها مضاد سموم. وهنشوف الدورة ان شاء الله كده ايه. انا بكتفي ممكن انزل لهم رافع مناعة مرة بعد الكوكسيديا، وممكن انزل لهم رافع مناعة، وممكن انزل لهم بعد كده عشان تغيير العلف مضاد سموم. لكن شغل كله بيبقى على الخلطات. اذا كان زي ما قلت لكم كده ممكن نعناع، ممكن بعد كده انزل لهم حاجات لزيادة الوزن. ببتدي اتابع معاكم. ممكن احط لهم عسل، ممكن احط عسل على الميه عشان نزود الوزن. ممكن احط لهم نعناع، ليمون، احط لهم فيتامين سي. طبعا لو الحراره عليت معايا بظبطهم بالحاجات دي. بحط ممكن عرق سوس. طبعا ببتدي اشتغل بالخلطات. اي حاجه بقى بالخلطات بنزلها. بيبقى شغل كله على الخلطات، لان انا ما بحبش الادويه كتير في الدوره. عندنا بديل يعني خلطات، وعندنا اعشاب وكده يعني. بديلها افضل صراحه. انا بفضل من غير ادويه، بفضل بالخلطات والاعشاب. هتمشي معانا الدوره ان شاء الله، والدنيا هتتظبط وهتبقى تمام يا جماعه. انا عايزه اتكلم معاكم في موضوع النهارده، الاسعار. يا جماعه الاسعار الله اكبر. اسعار الكتاكيت نازله خالص النهارده ما شاء الله. النهارده الكتكوت عامل 16 جنيه و17 17 جنيه ما شاء الله. البط اسعاره نازله. الكتاكيت كلها بجميع انواعها نازله يا جماعه. الحاجه فرصه. احنا مش ضامنين الايام الجايه هيبقى نفس السعر ولا هيغلى. على فكره
التجار التجار مثلا لما بتنزل، هقول لكم ايه، يعني الكتكوت لما بيغلى انا بلاقي عليه طلب، بيبتدي بقى يعلى خالص في السعر. طب واحنا نستنى ليه؟ مش عايزين ضغط. طب ما احنا عندنا اهو، عندنا المكان وعندنا يعني عندنا الفرصة. الكتكوت نازل نجيب. لو عندنا مكان يا ست، انا مش بتكلم معاكي انك تعملي مشروع. لو هتنزل 10 كتاكيت ابيض، لو هتنزل 10 كتاكيت ابيض، ما شاء الله، هيطلعوا معاكي لرباية بيتك، ل... للخير بتاع بيتك. لو هتنزلي كام بطايه، انا يا جماعه ما بتكلمش كمان عن المشروع، لو هننزل شغل لبيتنا احنا نستفيد الفرصه دي. نزل يا جماعه شغل، الكتاكيت رخيصه جدا ما شاء الله. فرصه. الناس ابتدت، الجو هادي خالص اليومين دول في البيع والشراء، بالذات في الطيور. يعني الاسعار مفيش خالص لان الجو هادي. احنا ناخدها فرصة ونستغل الموضوع دوت ننزل شغل. انا بتكلم معاكم كده وبنصحكم كده، اختي ليكم. بصوا يا جماعة، فرصة والله. انا مش عايزة، يعني مش عايزة اضيع من ايديكم. ان شاء الله ربنا يكرمكم باذن الله، باذن الله، باذن الله. وتحبوا الموضوع، وان شاء الله يبقى مصدر دخل ليكم باذن الله. عايزه اتكلم على حاجه تاني برضو، ان انا اللي انا عملت القناه. في ناس كتير جدا سلبيه وبسمع كلام سلبي. ليه عملت قناه وليه وازاي ليه تظهري والكلام ده كله. يا جماعه مش عيب ان انا افتح قناه وابتدي افيد الناس بيها. انا كنت بستفيد من الناس، وكنت بدخل قنوات واشوف واعرف واستفيد منها. مش عيب يا جماعه ان انا اعمل قناه وافيد غيري، ولا حرام. الشغل مش عيب ان انا اشتغل. انا صراحة حابة ان انا اكون معاكم. وعلى فكرة الناس يعني، اقول لكم ايه، بيبقى اقرب الناس ليكم، اقرب الناس ليكم بتسمعوا كلام واحباطات والكلام ده كله. انا بحب ارمي ورا ظهري، ما بحبش اركز. لو ركزت انا اهم حاجة مصلحتي، اهم حاجة مصلحتي، واشوف المصلحة فين. يعني لا عيب ولا حرام ان انا ابتدي ان انا اتكلم وراح اقول لا انا هسمع كلام الناس، والناس مش عارفه بتقول لا غلط وما ينفعش ما تعمليش قناه والكلام ده كله وما تظهريش. طيب انا ما بعملش لا حاجه عيب ولا حاجه مش حلوه يعني. ده حاجه بتفيد غيري، تمام. يعني انا استفدت وبفيد غيري، لا عيب ولا حرام. يا رب كده نشجع بعض، ويا ريت كده تدخلوا وتشجعوني، عشان فعلا الكلام محبط والكلام احباط وسلبي والكلام ده كله. انا نفسي القناة تعلى، نفسي الناس تشترك فيها والتعليقات تزيد فيها واللايكات. طبعا يا لهوي، بص 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 بص. ضرب الكتكوت الرزي ضرب الابيض. شقي شقي. بس زي ما بكلمكم كده، يا ريت ايه تشجعوني كده عشان ترفعوا من معنوياتي، واشتغل دايما كده وابقى معاكم. والله انا حابه وجودي معاكم، وحابه وجودي ان انا اي معلومه او اي حاجه انا اعرفها افيدكم بيها. عشان بس الكلام الواحد بيسمعه. عايزه منكم كده ايه تشجيعات. انا حباكوا يا جماعه، والله حباكوا لله في لله، وحباكوا كده يعني كاخواتي. الناس اللي دخلت وما تعرفنيش، الناس اللي بتتفرج وما كانش لسه تعرفني، الناس اللي عملت الاشتراكات، الناس اللي ابتدت تدخل تشوف الشورتس عندي ما شاء الله. في مشاهدات عاليه وفي لايكات كتير. انا بشوف الحاجات دي بفرح، يعني بفرح والله ان انا ببقى معاكم، بفرح ان انا انزل لكم، بفرح ان انا اي معلومه بعرفها
بحب اوصله لكم. عايزة الدورة دي ان شاء الله تطلع معاكم كده وتشوفوها يوم بيوم، ونشوفها كده ونتابع مع بعض. يا رب كده ايه يكرمكم يا رب ويكرمنا جميعا ان شاء الله. بصوا يا جماعة، البط اللي مسكوه امبارح كان في بطة غلبتني. بط المسكوفي شقي جدا، يعني شقاوة الدنيا والآخرة فيه. بس جميل يعني، هو صغير شكله حلو خالص. انا بحب يا جماعة صراحة بحب القعدة مع الطيور. يعني انا تقولي لي ايه، احب شغلي ده، انا بحب شغلي. بحب اقرا كتير عنه، بحب اتعلم. بحب شكل الكتاكيت كده، بحبها تكبر يوم عن يوم. بحبها يعني. سبحان الله، يعني البني ادم لما بيحب حاجة ربنا بيوفقه فيها. انا حابة المجال ده خالص، وحابة الشغل. ونفسي كده يكبر بيكو. وهكبر ان شاء الله يكبر معاكم بإذن الله. وهنشتغل، وعندي على فكرة اقتراحات كتيرة تاني، وعندي شغل كتير واقتراحات ان انا في حاجات يعني ان شاء الله عايزة ابتدي ايه اوريها لكم او اقول لكم عليها افكار حلوة خالص. ان شاء الله هتشجعكم. ونتشجع كلنا كده مع بعض. يا رب كده يكرمنا يا رب وتشوفوا الخير دايما. اتمنى كده ايه الفيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى تشتركوا في القناة لو انت اول مرة تدخلوا، وتعملوا لايك وتعلقوا كده وتعليقات. عايزة القناة تكبر بيكم. هتوحشوني كتير. الفيديو جاي اشوفكم على خير يا اجمل متابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.